النهاردة احنا رايحين الى مكان مميز في اندونيسيا. احنا رايحين عند بركان. بس قبل ما اوريكم المكان من جوه تعالوا شوفوا الطريق الى البركان عامل ازاي. ده بقى الطريق وده البركان زي ما انتوا شايفينه. طبعا الصورة مش محتاجة اي تعليق مني، والطريق زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الخضار في كل حتة، كأنك ماشي في غابة بالظبط. هي شوارع اندونيسيا اغلبها بالمنظر ده. ده اللي انت تتوقعه من اندونيسيا، شوارعها كلها مليانة خضرة وغابات بالطريقة دي. ودي لقطة تانية للبركان، هو شكله من بعيد سبحان الله جميل جدا. وادي لقطة كمان من قريب، هو اسمه بركان ميرابي، موجود جنب يوجياكارتا. يعني ممكن ان انت تاخد عربية من هناك توصل لحد البركان ده. تعالوا بقى احكي لكم القصة بتاعة المكان اللي احنا رايحينه ده. ده عبارة عن مزار سياحي. قصة باختصار انه في يوم من ذات الايام البركان كان بقى نشط، والحكومة عملت تحذيرات، الناس كلها مشت ما عدا مواطن واحد فقط رفض ان هو يسيب بيته. والناس اعتبرته وقتها بطل بحكم ان هو عارض رأي الحكومة ان هو يسيب البيت ويمشي. فهو فضل محافظ على ارضه وفضل قاعد في بيته، وعدى الموضوع ده بسلام، وتحول الراجل الى بطل قومي. بعد كده البركان ينشط تاني، والراجل بقى الله يرحمه البيت يتحرق، ويتحول المكان الى مزار سياحي. لان انت قليل طبعا لما تلاقي، احنا ممكن ان احنا نسمع عن البركان في التلفزيون او ان احنا نتفرج عليه في فيديو، بس قليل جدا لما تلاقي مكان تقدر ان انت تزوره بنفسك. المكان ده كله اتأثر بالبركان، يعني حتى زي ما انتوا شايفين المعالق والاطباق وكل الادوات بتاعة البيت حافظوا عليها، خدوها زي ما هي بعد ما خلصت الثورة بتاعة البركان. فتحول البيت إلى مزار سياحي، بقى يقصدوا الأجانب، السياح الأجانب، وكمان السكان المحليين بقوا يجوا إن هم يزوروا المكان ده. ده العفش الصالون أو ما تبقى اللي فضل من الصالون. فأنت ممكن إن أنت تتفرج على الشكل بتاع البيت بقى عامل إزاي بعد الثورة بتاعة البركان ده. طبعا لازم ان احنا نشكر الاخ نور اللي هو صور الفيديو ده وبعتهولي، مش انا اللي صورته، هو ادمن الجروب الجالية المصرية في اندونيسيا، فلازم ان احنا نوجه له الشكر يا جماعة. ودي اسماء الناس اللي هي اتوفت وقت طبعا هو الراجل ما كانش لوحده، هو بركان، فالبركان يعني غطى مساحة كبيرة جدا. فدي زي لوحة شرف للناس اللي هي توفوا وقت الثورة بتاعة البركان. وفي برضو موجود صور ليهم، وفي لوحة موجودة فيها بقى وصف تفصيلي ايه اللي حصل يوم الثورة بتاعة البركان ده بالدقيقة. يعني الساعة 10 حصل كذا، الساعة 10:05 حصل كذا، وهكذا. طبعا انت ممكن تروح هناك بأكتر من وسيلة مواصلات. تذكرة الدخول رخيصة، $0.50 علشان تدخل. وفي عربيات جيب هناك بقى ممكن تاخدكم في جولة في المنطقة، او ان انت تقرب من البركان شوية من اجل ان انت تاخد صور بس، انما طبعا مش هتطلع للجبل نفسه او مش هتوصل الفوهة بتاعت البركان نفسها. دي صور للصوران بتاعت البركان. فالمكان زي ما قلت لكم تحول الى مزار تاريخي، وكمكان يحفظ الذكرى بالنسبة للناس اللي هم توفوا في ثورة البركان ده. طبعا احنا عارفين ان اندونيسيا موجودة على حزام الزلازل اللي هم بيسموه حزام النار. فكمية الزلازل اللي بتحصل في المنطقة والبراكين طبعا كتيرة جدا، فربنا يسترها.
ده كان الفيديو بتاع النهاردة. طبعا هو فيديو قصير نوعا ما، ولكن المكان يستاهل. اي حد موجود ناحية بركان مرابي ممكن ان انت تروح وتشوف تتفرج على البيت بنفسك. ونتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.